هادشي اللي واقع حاليا في السودان، طالع العالم كامل وكلشي كيتفرج في الفيديوهات وكلشي كيشوف الناس كيقتلوا بعضياتهم وكيشوفوهم كيغتصبوا البنات وكيغتصبوا عيالات وكيقتلوا الدراري الصغار وكيحاولوا انهم يحرقوا الناس حيا وكيرغموا على الناس يمشيو يدفنوا، كيحفروا لهم حفاري كبار ويحاولوا يدفنوهم حيا وهما يدفنوا راسهم براسهم ويخليهم يمشيو قدامهم ويتيروا فيهم بالقرطاس، يقتلوهم بدون رحمه بدون شفقه، يحيدوا لهم الماكله، يديروا لهم اباده اللي ما كاينش حتى في فلسطين. هاد الاباده هذه اللي حاليا كيسميوها بالحرب الاهليه اللي كاينه في السودان، اشنو هي الاسباب ديالها؟ اليوم غادا نتعرفوا السبب الحقيقي اللي منتشر حاليا واللي 97% ديال العلماء وديال الناس الخبراء اللي عارفين هذا هو السبب الحقيقي. والسبب غادي يصدمك لانه يقدر يكون في بلادك في المستقبل، لهذا خصنا نعرفوا السبب الحقيقي ديال هذا الشيء وهاد المشاكل اللي كينوضوا في العالم كامل. ولكن دابا غادي نختصروا على السودان. السبب الحقيقي الخوت هو واحد المعدن اللي هو اليورانيوم. اليورانيوم الخوت هو كيكون عباره عن ماده طبيعيه كتكون تحت الصخور اللي كتكون في بعض الدول، اللي كتكون هاد الدول هذه فيها الحراره بزاف. وهاد الدول من بين هاد الدول هذه اللي عندها بكثره هي السودان، وهذا الشيء اللي لقاو مؤخرا. وهاد الماده هذه الدور ديالها هي كتساعد الطاقه الكهربائيه وكتجدد الطاقه الكهربائيه وكتخلي الكهرباء يضوي بواحد الجوده عاليه، وكيخليه ان بدون ضوء بدون طاقه بدون حتى شي حاجه تحط المصباح ولا اي حاجه على هذيك الماده هذيك وكتشعل المصباح بدون اي مشكل. يعني هذه كتولد طاقه كهربائيه بصفه 100% الخوت. وهذا الشيء هو اللي لقاوه حاليا بزاف ديال الدول اللي من خارج افريقيا وخارج العرب، مهم الدول الاوروبيه والدول الامريكيه، مهم امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه حاليا كيتهاتفوا على دوله السودان. وهذا الشيء على زرعوا هذه المشاكل في دوله السودان باش انهم يحاولوا يلقاو هاد الثغرات ويلقاو الطريق سهله باش يدخلوا لهذه المعادن الطبيعيه باش انهم ياخذوها بحال اللي كانوا كيديروا في افريقيا من قبل. هاد الفيديو هذا عارفه يجبد عليا بزاف ديال المشاكل، ولكن هادو خوتنا خاصنا نهضروا عليهم وخاصنا نحاولوا نديروا ما في جهدنا باش ان هاد الحرب ما تبقاش. بزاف ديال الناس عارفين شي السبب كيشوفوا خوتهم كيموتوا بهذه الطريقه، كيقول لك صافي راه نايضه شي حرب، نايضه شي كذا، نايضه شي كذا، باغيين يديروا التصليح العرقي، باغيين يبقاو عاد الناس اللي كيقتلوا. هادشي كامل ما كاينش. هاد العصابات اللي كيقتلوا خوتهم في السودان مدعم منهم دول خارجيه وكيعطيهم سلاح كيعطيهم قوه وكيعطيهم اي حاجه، فلوس، نفوذ، اللي بغاو حاليا فقط باش يديروا الرعب في هاد الشعب السوداني اللي كنشوفوه حاليا كيتقاتل وكيموت الجوع وكيدفن راسو حي. هادشي اللي كنشوفوه الخوت يقدر يوصل للبلاد ديالك في المستقبل، ولهذا خصنا نكونوا واعيين بهادشي اللي كيطرا في العالم وبهادشي اللي كيطرا في الدول الضعيفه. والحمد لله احنا عارفين بلادنا الحمد لله فيها احسن نظام، فيها احسن اي حاجه ما تقدرش توصل لهذا الشيء هذا، ولكن دول عربيه اخرى اللي ضعيفه غادي يوصل لهذا الشيء الا ما ردوش البال. والله يسهل للجميع. وكنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا ماكسيموم وتوصل الحقيقه، ونحاولوا اننا ندعيو مع خوتنا اللي ماتوا واللي باقا انت هما في العذاب، نحاولوا ندعيو معهم ونوصلوا الصوت ديالنا. بزاف ديال الناس يحاولوا يهضروا على هذا المحتوى هذا ويحاولوا يهضروا على هاد الناس هادو اللي كيموتوا يوميا وكيظلموا يوميا في السودان. وتحيه لاحسن متابعين، وشكرا لكم على البارطاج ديالكم وتحياتي لكم.